في ليلة برد جدا من ليالي الشتاء، الساعة كانت قربت من 10 بالليل في شارع جانبي جنب مدرسة ثانوية. الأمن لاحظ حركة غريبة، شنطة مدرسية مرمية على الأرض والكتب متنطورة حواليها. الراجل افتكر إن الموضوع سرقة عادية، لكن أول ما قرب اكتشف الكارثة. جثة ولد في أولى ثانوي مرمية على الأرض وعلامات غريبة حوالين رقبته. المشهد كان بداية سلسلة من رعب مش طبيعية، لأن الولد مش أول ضحية ومش هيكون الآخر. الشرطة لما وصلت لقيوا إن الجرح حوالين الرقبة مش خنق عادي، لأ، كان في علامات باينة وسلسلة فضة متكسرة وغارزة في الجلد. الغريب إن الضحية لابس لبس مدرسي عادي جدا، مفيش أي دليل على مقاومة، كأن اللي عمل الجريمة كان عارف الولد أو على الأقل كسب ثقته. في اليوم التاني الصبح الخبر انتشر في المدرسة زي النار في الهشيم. الطلبة كلها كانت مرعوبين، والأهالي ابتدوا يمنعوا عيالهم من إنهم يمشوا في شوارع لوحدهم. المدرسين نفسهم بقوا حاسين بضغط رهيب لأن مش فاهمين إيه اللي حصل بالظبط. الشرطة حاولت تلم الخيوط، مين آخر واحد شاف الولد؟ إيه حكاية السلسلة دي بالظبط؟ وإيه اللي كسرها في رقبته؟ وليه مفيش سرقة حصلت؟ لكن لحد دلوقتي الإجابات كانت صفر. وفي نفس الأسبوع حصلت الجريمة التانية. بنت في تانية ثانوي اتأخرت في الخروج من الدرس الخصوصي، أهلها افتكروا إنها راحت عند صاحبتها، لكن بعد شوية الشرطة جالها بلاغ بوجود جثة بنت على بعد شارعين من مكان الدرس، نفس العلامة، سلسلة فضة متكسرة حوالين الرقبة. الرعب بدأ يكبر، الناس ربطت ما بين الجريمتين بسرعة كبيرة. الشرطة بقت تحت ضغط رهيب، لو القاتل ده مشي على نفس النمط يبقى في جرائم تانية لسه جاية. البلد كلها بدأت بتعيش في حالة رعب حقيقي، الجرايد والمواقع الإخبارية كل يوم منشطات مرعبة. القاتل بيستهدف الطلبة، السلسلة الفضة اللغز اللي حير الشرطة. التحقيقات الأولية أثبتت إن الولد والبنت اللي اتقتلوا ملهمش أي علاقة ببعض، لا بيذاكروا مع بعض ولا هم أصحاب ولا ساكنين في نفس المنطقة ولا حتى في مدرسة مع بعض، لكن في رابط واحد بس ما بين الاتنين، كانوا لابسين سلسلة فضة في رقبتهم. الشرطة بدأت تفكر، هل القاتل بيختار ضحاياه عشوائي ولا بيدور على علامات أو حاجة معينة؟ أول خيط ظهر لما راجل مسن اتصل بالشرطة وقال أنا شفت ولد لابس جاكيت غامق واقف قريب من مكان الجريمة التانية، وكان ماسك في إيده حاجة بتلمع زي السلسلة، بس لما سألوه عن ملامحه ما قدرش يوصف غير إن هو كان طويل ونحيف ولابس كاب. بعد أسبوع واحد بس حصلت الجريمة التانية. ولد في ثالثة ثانوي كان راجع من الدرس ومامته كلمته في التليفون قبل ما يوصل البيت بدقايق، وفجأة الموبايل اتقفل، وفي نص الليل لقوه في جنينة صغيرة جنب المدرسة ميت. الغريب ان الجثة كانت محطوطة بشكل منظم جدا، والشرطة وصفتها انها معروضة، والسلسلة موجودة جنب الجثة متكسرة برضه. ودلوقتي بقى فيه 3 جرايم ورا بعض وكلهم بنفس النمط. الصحافة بدأت تطلق عليه لقب سفاح المدارس. الأهالي بقوا يمنعوا أولادهم يروحوا الدرس أو حتى يمشوا في الشوارع، والمدارس نفسها بقت بتقفل بدري، والمدرسين بقوا بيخرجوا الطلبة مجموعات بدل ما يسيبوهم واحد ورا التاني. لكن كل الإجراءات دي ما كانتش كافية، لأن بعد 10 أيام بس حصلت الجريمة الرابعة. البنت دي كانت مختلفة، مش طالبة في مدرسة ثانوية، دي كانت طالبة في إعدادي. الشرطة استغربت ليه القاتل نزل في السن، وهل ده معناه انه بقى بيقتل بشكل عشوائي ولا غير اختياره؟ في اللحظة دي المسؤول عن التحقيقات قال جملة مهمة، القاتل مش بيقتل بس علشان يشبع رغبة، هو بيسيب رسالة، كل جريمة فيها علامة مقصودة، والسلسلة مش مجرد تفصيلة، ده مفتاح للغز كله. ومن هنا بدأوا يربطوا، كل الضحايا كانوا لابسين سلاسل شبه بعض جدا، مين اللي اشترى السلاسل دي ومين ممكن يكون شاف الضحايا قبل ما يموتوا. التحقيقات دخلت في مرحلة جديدة، الشرطة جابت صور الضحايا قبل الجريمة وحاولوا يركزوا على حاجة مشتركة، وبالفعل ان كل واحد فيهم اشترى السلسلة الفضة من نفس المحل، محل اكسسوارات بسيط في شارع تجاري قريب من المدارس. صاحب المحل اتقبض عليه في الأول كمتهم أساسي، لكن بعد تحقيق طويل اتضح ان الراجل بريء، هو بس بيبيع وما يعرفش مين ممكن يراقب او يتتبع المشترين. لكن الشرطة خرجت من التحقيق ده بحاجة اهم، القاتل بيراقب ضحاياه من قبل ما يقتلهم، يعني مش صدفة، هو بيتبعهم من اول ما يخرجوا من المحل بالسلسلة. الاهالي بقوا يعيشوا في رعب اكبر،
اي بنت معاهم سلسله فضه بقت كانها لعب. كتير من الاسر اجبروا اولادهم يخلعوا اي اكسسوارات او سلاسل معدنيه، لكن القاتل ما وقفش. الجريمه الخامسه حصلت في وضوح النهار، ودي بالذات قلبت الدنيا. الضحيه ولد في اولى ثانوي اتخطف وهو طالع من المدرسه، والجثه ظهرت بعد ساعات في مخزن موجود. الشرطه وصفت الجريمه انها الاجرى، لان القاتل ما اهتمش ان حد يشوفه او يتتبعه. والغريب ان لاول مره السلسله ما كانتش مكسوره، كانت محطوطه بعنايه جنب الضحيه كانها رساله تحدي للشرطه. اللي مسؤولين عن القضيه بداوا يحسوا ان القاتل بيتسلى بيهم، كل مره يغير تفصيله صغيره علشان يبوظ اي توقع. مره الجثه في شارع، مره في جنينه، مره في مخزن، مره السلسله متكسره، ومرات بتكون سليمه. الموضوع بقى اوضح، ده مش قاتل عشوائي، ده واحد ذكي جدا وبيستمتع انه بيلعب لعبه قط وفار مع الشرطه. وبعد ايام قليله حصلت صدمه جديده. القاتل بعت رساله مكتوبه بخط ايده للمحقق اللي كان شغال على القضيه. الرساله قالت: انا مش قاتل، انا معلم. كل سلسله على رقبه هي اشاره انا بعلمهم درس، واللي مش فاهمه يستاهل. الرساله دي قلبت القضيه من جريمه قتل متسلسل لقاتل صاحب رساله. وده اللي خلاه اخطر، لان النوع ده من القتله ما بيتوقفش الا لما بيعتقد ان رسالته وصلت. الرساله اللي بعتها القاتل للمحقق كانت نقطه التحول الحقيقيه. الشرطه حست انهم مش قدام سفاح عادي بيدور على متعه او انتقام، لكن قدام واحد شايف نفسه معلم او صاحب قضيه. وده اخطر بكتير، لان النوع ده من القتله عادة بيبقى مؤمن انه بيعمل شيء ليه معنى، وبالتالي ما عندوش نية انه يوقف. فريق التحقيق بدأ يحلل الرسالة ويفك الحروف. الخط كان مهتز لكن منتظم، الكلمات مكتوبة بلغة عربية فصحى مش عامية، وده معناه ان القاتل مثقف او على الاقل قارئ جيد. الجملة بتاعت أنا معلم فتحت باب جديد، هو فعلا مدرس أو ليه علاقة بالتعليم أو الطلبة؟ الشرطة رجعت تدور في ملفات المعلمين والمطرودين من المدارس في آخر 5 سنين، ولقيوا حاجة غريبة. مدرس رياضيات كان شغله كله قريب من المدارس اللي حصلت فيها الجرائم. المدرس ده اتفصل بسبب مشاكل سلوكية وشكاوى من الطلبة، لكن لما راقبوه اكتشفوا انه بريء وما كانش ليه اي علاقة بالجرائم دي. في نفس الوقت ظهرت الجريمة السادسة. الضحية بنت في 3 ثانوي. القاتل ساب الجثة في قاعة رياضية مهجورة داخل المدرسة نفسها. المشهد كان صادم، البنت متعلقة في حبل والسلسلة متدلدلة من رقبتها زي إنها جزء من العرض. الشرطة فهمت إن القاتل بيعتمد يدخل جوه المدرسة نفسها، وده معناه إنه مش غريب، ممكن يكون واحد من جوه المجتمع المدرسي نفسه. التحقيقات جابت معلومة تانية مهمة جدا. شاهد عيان من الطلبة قال إنه شاف شخص بيتردد حوالين المدرسة قبل الجريمة بساعات، وكان بيسأل الطلبة أسئلة غريبة عن السلاسل وكأنها جزء من اختيار. التحليل النفسي ابتدى يوضح الصورة بشكل كويس. القاتل غالبا عانى في فترة دراسية من تنمر أو إهانة مرتبطة بمظهره أو بلبسه أو بالاكسسوارات اللي كان بيلبسها، وده خلاه يربط السلسلة بالعار أو العقاب. ولما كبر بقى بيستخدمها كرمز في الجرائم بتاعته. الرعب في المدارس وصل لأقصى مستويات، والأهالي رفضوا يبعتوا ولادهم، والوزارة نفسها اضطرت تعلن تعليق الدروس والمدرسة مؤقتا لحد ما الشرطة تسيطر على الموقف. لكن القاتل ما وقفش، هو بالعكس حس ان ده انتصار، لان اكبر الدولة والمجتمع كله يخضعوا لرسالته. انا محمد انور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. استنوني في حلقات جاية من ابعاد تانية. مع السلامة.